جربت بقى تحطي الرز في الخلاط، بجد اختراع، طعمه رهيب. هتعملي مشروع يكسبك الذهب. انزلوا بقى في التعليقات صلوا على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، ولايك واشتراك لو اول مره تشوفوه. اول حاجه بقى انا حطيت كوبايه رز في الميه، هغسله واصفيه. بعد كده معايا حله حطيت فيها الرز اللي انا غسلته. دي كوبايه من الرز المصري العادي بتاعنا، عليها 4 كوبايات من الميه. لو هتقللي الكميه هتعملي نص كوبايه رز بس، هتحطي 2 كوبايات من الميه على نار بقى عاليه الاول. بعد كده هدينا النار، اول ما يغلي كده مع بعضه اوطي النار خالص واسيبه بقى يستوي، اغطيه وعايزاه يستوي او بمعنى اصح يبقى معجن. تمام. اول بقى ما يتشرب المية كلها زي كده، انا مهدية النار خالص. هاخد بقى منه كوباية مليانة كده، وباقي الكمية اللي معايا في الحلة هحط عليها كيلو من اللبن. هقلبهم مع بعض وهسيبهم يكمل غليان على نار عالية الاول، وبعد كده برضو ههدي النار خالص. بعد كده بقى معايا في الخلاط كوباية الرز، عليها 3 كوبايات من اللبن، كوباية من السكر، معلقتين من الكريم شانتيه الخام، 3 معالق من النشا، معالق كبار. كمان عليها معلقتين من اللبن البودر، وكيسين من الفانيليا. هضرب بقى كل ده مع بعض في الخلاط ويبقى بالشكل ده. بصوا بقى، انا عايزة الرز يغلي مع اللبن، هخليه كده يغلي غلوتين مع اللبن. كوباية السكر اللي احنا حطيناها هتدي طعم مظبوط جدا. لو حابين ان انتوا تقللوا او تزودوا ده على حسب الرغبة، بس كوباية السكر هتطلع معاكي الطعم مظبوط قوي. انا خليت بقى الرز يغلي كده غلوتين باللبن. بعد كده هزود بالخليط اللي احنا عملناه في الخلاط نص الكمية، اخليه يغلي واضيف نص الكمية التاني، باقي الكمية اللي معايا في الخلاط. هتحسوا بقى ان كده القوام تقل معاكوا وانتوا بتقلبوا. اول ما هتضيفوا الخليط هتحسوا ان قوام الرز تقل خلاص، هو غلوة واحدة بس وهقفل عليه. بصوا بقى الوش اللي اتعمل على الرز من فوق ده كريمي كده، بتحس ان هو عليه قشطة، حرفيا تحفة. احلى طريقة ممكن تعملي بيها الرز بلبن. نحط بقى في علب بلاستيك زي دي، وهو سخن كده قبل ما يبرد نحطه في علب، في اطباق، في اي حاجة متوفرة عندك، ونسيبه يبرد خالص الاول. وبعد كده هنحطه في التلاجة، تقدروا تاكلوه بعد ساعتين. كمان معايا الاطباق الفويل دي الصغيرة اللي هندخلها الفرن زي اللي احنا بنشتريه من بره بالظبط. عايزة اقول لكم العلبة دي بتتباع ب20 جنيه في اي محل. بصوا بقى عملنا كمية بكوباية رز، دخلته بقى تحت الشواية لحد ما خد اللون الحلو ده. وده تقدروا تاكلوه سخن وهو سخن، او لو عايزينه برضو يهدى كده ويبرد شوية وتدخلوه التلاجة. حرفيا طعمه خطير، كريمي كده وطعمه رهيب. مش هتستطعموا الرز بتاع بره تاني، ومش هتبطلوا تعملوا الرز ده في البيت من طعامته، بجد تحفة. بصوا بقى واخد لون حلو ازاي، الطبقة اللي فوق دي مع الرز حرفيا تحفة. احلى رز ممكن تعملوه. لو وصلتوا بقى لحد هنا ما تنسوش تعملوا لي لايك
قولولي ايه رأيكم في التعليقات. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة، جربوا الطريقة دي هتعجبكم قوي.